بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. جايلكم النهاردة في فيديو جديد، وصفة جديدة زي ما انتم شايفين كده. هنعمل مع بعض السمك البياض بطريقة سهلة وبسيطة. البياض النيلي حلو جدا. سمكة نظيفة وسمكة جميلة جدا يا جماعة. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة كده كده، من غير ما نقلي ولا نشوي، من غير ما نحط في الزيت بقى، ولا شوي ولا دخان ولا كلام من ده كله. هنعمله بطريقة حلوة جدا النهاردة، هتعجبكم. تابعوني. لو أول مرة تشوفي قناتي اعمل لايك واشتراك وفعلي معايا زر الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد من فيديوهات المطبخ أم عبد الله. زي ما انتم شايفين السمك ده هو كان جاي لي كده. يعني ناس صيادين بيبقوا يصطادوا وبيبيعوه، برضو بيبيعوا السمك، يعني دي شغلهم ورد جارتهم وكده. فبيبيعوا بيصطادوا السمك وبيبيعوه، بيعملوا بقى بولتي بقى او بوري او السمك ده او اللي هو البياض ده. فسمكة البياض دي من الانواع الجميلة جدا، سمكة نظيفة وسمكة ما شاء الله، يعني سمينة جدا وحلوة قوي. زي ما انتم شايفين السمك ده، انا ما جبتهوش وهو يعني بالخياشيم بتاعته او بالزعانف بتاعته، لان هو اصلا جاي كده. السمكة دي بتبقى يعني صعبة التنظيف شوية. هي سهلة، هي بطنها بتبقى سهلة ونظيفة جدا، لكن بالنسبة للزعانف والخياشيم بتاعتها بتبقى يعني بتبقى عايزة عصب جامد شوية. فانا ما بقدرش اعملها بايديا. فالراجل يعني الله يصلح حاله كده ويبارك له يا رب، بيبقى جايبها متنضفة، وزي ما انتم شايفينها كده متقطعة كده. هي بتبقى بس محتاجة تنظيف، يعني ان انا امسك السكينة واجردها كده، لان بيبقى عليها مادة هلامية كده، ناعمة كده ومزلمضة زي ما بيقولوا كده، اللي هي بتبقى المادة الغامقة اللي على ظهر السمكة دي. السمكة دي نظيفة جدا، والسمك ده من الاسماك اللي بتتربى في النيل، يعني اكلها يعني خش يعني حشايش كده وحاجات من اللي هي في ارضية النيل، فبتبقى سمكة يعني كويسة جدا. فزي ما انتم شايفين كده بمسك السكينة وبجردها كده، بتطلع كده حاجة كده زي مادة سمراء، او بيبقى كده عليها مادة صفرة كده بتطلع زي ما انتم شايفين. دي لازم تتجرد بالسكينة قبل من قبل ما نطبخها، علشان ناكل حاجتنا نظيفة، وتبقى يعني يعني حاجة نبقى مطمنين واحنا بناكلها وكده. السمكة دي بقى انت ممكن تنضفيها بايدك، هي سهلة التنظيف جدا. بطنها بتبقى فاضية، مبقاش راعية ولا حاجة. هي اصلا طبيعتها بتبقى كده، ان بطنها بتبقى نظيفة، مش زي بقية الاسماك التانية، مش زي البوري، ومش زي البلطي، ومش زي الاسماك التانية دي بتبقى يعني نظيفة شوية. هي انفة في اكلها وبتبقى نظيفة شوية. السمكة دي اسمه سمك البياض، بس زي ما قلنا الزعانف بتاعتها بتبقى ناشفة شوية. فيعني الراجل جابها متنضفة، لان هو عارف يعني الظروف وكده. مسكتها جردتها ونضفتها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. تعرفي ازاي بقى ان هي نطفت معاكي وبقت كويسه؟ لما تلاقي الجلده بتاعت او الظهر بتاع السمكه البياضه، تحط ايدك عليها تلاقي يعني بقت خشنه كده، ما عادتش ناعمه، وما عادتش يعني مزملقه كده او مزلمطه كده زي ما بيقولوا. تحط ايدك عليها كده تعرفي ان الطبقه اللي عليها، الطبقه الهلاميه او الطبقه السمراء اللي عليها ديت، راحت خالص بالسكينه، وبقت بقت خشنه كده، او بقت يعني مش زي ما كانت في الاول كده. ودول كده البطروخين دول، ده دليل ان السمكتين دول كانوا نتي، ما كانوش الذكور. السمك اللي هي الذكر ما بقاش فيها البطاريخ دي. الناس بس هي اللي بيبقى فيها البطاريخ دي. بعد ما نضفتهم بقى همسكهم كده بالسكينه، هم اصلا متقطعين اهو، مكان كل تقطيعه كده وبالسكينه بقى، وهقطع كده افصصها كده، ابعدها عن بعضها، اخليها خرط زي ما انا عايزه. ممكن بقى تقطعيها ارق من كده، ممكن تقطعيها اتخن من كده، على حسب بقى ما انت عايزه. بس هي بقى بما ان هي جايه بقى متقطعه، فانا هنزل على مكان التقطيع وه هفصلها بس كده عن بعضها، واحطها بقى في شويه ميه وملح وليمون، وانقعهم شويه، لان السمك بتاعنا زي ما انتم عارفين السمك لازم يتنقع علشان ريحه الزفاره تخف منه. كتري ليمون انت بقى، واوعي تحطي خل علشان السمك بتاعك ما يتهريش. لما تكتري الليمون بقى، الليمون ده هو هو العامل الاساسي في نقع اي نوع من انواع السمك، وبيخلي السمكه بتاعتك تبقى ريحتها كويسه كده، ما فيهاش اي شيء من الزفاره. خلاص حطينا السمك كده على جنب، ونقعناه في شويه ميه وليمون زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نعمل شويه رز احمر كده بشويه بصل. بنجيب شويه بصل الاول. طبعا الايام دي احنا عندنا مشكله في البصل، الناس كلها بتتكلم على موضوع البصل والثوم، ان البصل غالي والبصل قليل. فالبصل بتاعي ده كان بصل بصل قديم، فجبت كده شويه
انا بحب لما اجي اعمل سمك رز صياديه او رز احمر او محشي، بحب اكتر البصل يا جماعه. بالذات البصل بيكون كتير في الحاجات اللي زي دي، بيدي لها طعم، بيخلي طعمها جميل جدا. جبت كده زي ما انتم شايفين كده بتاع 4 أو 5 بصلات، وزي ما انتم شايفين حطيتهم في في الكبه، غسلتهم الاول كويس كده تحت الحنفيه. بتحط البصل بتاعك تحت الحنفيه وبتغسليه وانت بتقشريه علشان ما يسودش ايديك، لان البصل بتاعنا بصل قديم مش بصل جديد. بعد كده حطيتهم في الكبة وفرمتهم، يعني وخليته وسط كده، ما هوش ناعم قوي ما هوش خشن قوي زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده حطيت عليهم شوية زيت. الزيت بيبقى حلو جدا في النقطة دي مع اي نوع من انواع الرز بتاع السمك، سواء كان رز احمر او رز حبة بحباية او رز ابيض او رز صيادية. وحطيت البصل بتاعي زي ما انتم شايفين كده، ولعنا النار بقى وهنشغل عليه النار وهنفضل نقلب فيه بقى كل شويه كده لما لحد ما البصله بتاعتي كده تاخد لون وتحمر، تبقى كده قريبه للمحروقه. ما تخافيش، البصله بتاعتك هي هيبقى شكلها زي المحروقه بس هي مش محروقه، هي دي النتيجه. هي ده اللون اللي احنا عايزينه للبصل بتاعنا علشان يديك اللون البني اللي انت بتشوفيه في في المحلات وفي المطاعم. احنا مش هن... احنا مش هنحط سكر ومش هنكرمل سكر، علشان احنا مش هنعتمد على الطريقة بتاعة البصل اللي احنا قلنا عليها دي. وايدك بقى في الحلة كده بالتقليب المستمر لحد ما ما تاخدي ما ياخد اللون المطلوب، اللون اللي احنا عايزينه. طبعا ما ينفعش تشيلي ايدك خالص من الحلة علشان ما تسيش على البصلة بتاعتك تقوم تتحرق منك وتعمل لون اسمر كده، وفي الحالة دي تلاقيها عايم على وش الرز كده وشكله مش ظريف وشكله مش لطيف. فطبعا كل ما بتقلبي كل ما البصله بتغمقي معاكي، بس في نفس الوقت ما بتبقاش محروقه. في الوقت ده بقى ممكن تضيفي كده، تجيبي بقى قرنين فلفل حاميين او فلفل عادي وتبشريهم بقى او تقطعيهم كده مكعبات او تحطهم زي ما انا حطيته كده مع مع البصله بتاعتك. بيدي نكهه حلوه قوي، بيدي طعم حلو جدا للرز بتاعنا. بعد كده بقى بنضيف المية بتاعة الرز بتاعتنا، والرز بتاعنا طبعا زي ما بنقول رز اللي هو الرز المصري بيكون مغسول. بنضيف بقى المية، لو انت هتعملي 5 كوبايات رز بتحط 5 كوبايات مية، وبتضيفي الملح، وطبعا حطينا البهارات بتاعتنا اللي هي كمون وكزبرة ناشفة وشوية شطة لو عايزة تحطي شطة. اما لو الفلفل بتاعك حامي قوي ما تكتريش الشطة، عشان لو عندك اطفال او عندك حد ما بيحبش الشطة، بنعمل حساب بقى الناس اللي هتاكل عندنا. انا عملت كده، جهزت كده الميه بتاعه الرز بتاعتي وحطيتها كده على جنب، ما حطيتش الرز على طول. وبعد كده بقى جبت جبت التوابل بتاعه السمك بتاعتي اللي هتبل بها السمك بتاعتي، وهي عباره عن قطعه من التوم كده، التوم المفروم، وحطيت شطه وحطيت كزبره ناشفه وحطيت كمون وحطيت شويه من الكركم وشويه من البابريكا. ولو عندك بهارات سمك حطي، ما عندكيش هي البهارات دي حلوه جدا. والملح بتاعنا طبعا زي ما انتم شايفين كده، حطيت جزء من البهارات، جزء كبير من البهارات في الطبق، وسبت جزء تاني. هقول لكم الجزء التاني هنعمل بيه دلوقتي. وبعد كده جبت بقى كمان كده شويه خل شويه صغيرين. وكمان حطيت كده قيمه، لو الليمون بتاعك صغير هتحط قيمه ليمونتين 3 كده. لو الليمون بتاعك كبير لو الليمون بتاعك كبير حط ليمونتين كبار، لو الليمون بتاعك صغير حط 3 4 كده صغيرين. كل ما بتحط ليمون، الليمون بيدي طعم حلو قوي، وبيدي يعني ريحة كويسة كده ونكهة كويسة للسمك. طبعا عارفين ان السمك ده حاجتين، الليمون والكمون. بنعصر الليمون بتاعنا وبنشيل البذرة منه كده، ما بنحطش البذرة علشان البذرة من الحاجات اللي بتخلي لو حطيتيها في السمك، لو حطيتيها في العصير في اي حاجة، البذرة من الحاجات اللي بتعمل مرارة كده، فيفضل ان احنا نشيلها. طبعا انا عصرت بايدي، لو انت بقى عندك عصارة اعملي بالعصارة، ما عندكيش اعملي بايدك زي ما انا عملت كده. وبنقلب بقى كل التتبيله بتاعتنا كده، وبنجيب السمك بتاعنا وبن بنحطها على السمك، وبنتبل السمك بتاعنا بالتتبيله بتاعتنا دي. طبعا انتوا شايفين كده انا جايبه سمكتين بلط كده، لان انتوا عارفين بقى كل بيت فيه اولاد صغيره، يعني تلاقي ده يقول لك انا بحب ده ومش بحب ده. فانت لما تكوني عامله حاجه، يعني شوفي ولادك بيحبوا لو ابنك مش بيحب ده فهاتيله الحاجه اللي هو بيحبها، لو مش بيحب ده اعملي الحاجه اللي هو بيحبها زي ما قلنا. علشان طبعا يعني مش هينفع ان انت تعملي اكله وعندك واحد بيحب وواحد ما بيحبهاش، وطبعا ابنك اللي ما بيحبهاش ده هياكل فهيصعب عليك ان انت تعملي وتاكلي كده وابنك قاعد ما بياكلش.
فجبت السمكتين البلطيين دول علشان ايه عملتهم لبنتي اللي ايه ما بتاكلش السمك اللي هو البياض. وبنجيب السكينة كده بنغزها كده من الظهر علشان تشرب من التتبيلة. السمكة بتاعتي ما هياش كبيرة قوي، لو انت ما نغزتهاش النغزة دي احنا بنكتفي بالتتبيلة اللي بتدخل جوه ايه البطن بتاع السمكة، ونحط التتبيلة في الايه في الدماغ كمان. وفي كل ايه السمك بتاعنا بنتبله كده وبنسيبه قيمة ايه ساعتين كده ولا ساعة ولا حاجة. كل ما بتتبلي السمك بتاعك بيقعد في التتبيلة وقت طويل، كل ما بياخد ايه طعم حلو قوي من التتبيلة، وبتغير من طعمه كده وبيبقى طعمه جميل جدا. نيجي هنا بقى للايه للخضار اللي هنحطه تحت السمك بتاعنا. جبت كده من ايه 3 بصلات كبار زي ما انتم شايفين كده، غسلتهم وقطعتهم شرايح بالشكل ده كده. وجبت كمان ايه قيمة حزمة كده من الكزبرة. انا بحط كزبره، لو انت عايزه تحط بقدونس حط بقدونس. وجبت كمان فلفل اخضر وفلفل حامي. ومسكته كده غسلته وهقطعه برضو نفس الكلام كده على البصل. وعندي كمان طماطم هقطعها برضو طرنشات برضو كده. ولو عندك توم كده بتجيبي بقى قيمه 4 5 فصوص توم، بس انا كنت في الحته دي كنت نسيت احط توم ومحطتش توم. بنقطع بقى كل الخضار بتاعنا كده زي ما انتم شايفين كده كله على بعضه علشان نجهزه ونحطه في ارضية الصينية بتاعة السمك بتاعنا. حطيت كل الخضار بتاعي كده زي ما انتم شايفين، وشوية التوابل بقى اللي انا كنت شلتهم كده من السمك اهم انا حطيتهم عليهم، وهدعك كله في بعضه كده علشان ايه يبقى التوابل محطوطة على السمك، وفي نفس الوقت الخضار اللي احنا حاطينه تحت التوابل تحت السمك برضه يبقى واخد من نفس التتبيلة بتاعتنا. بشيل التتبيله بتاعتي كده برجعها كده ايه بشيل جزء منها، وبحط في ارضيه الصينيه جزء زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بجيب السمك بتاعي بقى زي ما انتم شايفين برضو من غير مقلي بقى ومن غير محمر ومن غير اعمل ايه الخطوه اللي هي ايه في ناس بتبقى تعملها تقلي السمك وبعد كده تحطه لا بالصلصه. لا انا هحطه ني كده زي ما هو. هجيب من التتبيله وهجيب من الخضار اللي انا قطعته، وهتحشي كده قلب السمكه لما بتحشيها بالخضار المتبل ده وتسويه كله في بعضه كده بيبقى طعمه جميل جدا. وبيبقى كده ايه يعني ايه حاجه خفيفه كده، لا هو شارب زيت ولا هو ايه يعني مش تقيل كده على المعدة، وتاكليه كده وانت ايه مرتاحة في نفس الوقت، ما منوش ضرر وما منوش ايه اي مشاكل. وبحشي السمك البلطي وبحشي البياض وبحشي كله كده وبرصه في الصينية. طبعا انا وانا في نص المسافة كده لقيت ان الصينية بتاعتي هتبقى صغيرة على السمك اللي عندي، فطبعا غيرت إيه بعد ما حطيت السمك بتاعي في الصينية رجعت نقلته تاني في صينية تانية. اهو لقيت ان الصينية مش هتاخد الكمية اللي عندي اللي انا عاملاها كلها، بعد ما حشيته كده وتبلته كله. لو وصلت لحد هنا بقى في الفيديو فضلا وليس امرا اعمل لايك واشتراك وفعل معايا زر الاشتراك عشان يوصلك منه كل جديد من فيديوهات المطبخ ام عبد الله. زي ما انتم شايفين كده دي الصينيه التانية اللي انا ايه نقلت فيها السمك. حطيت في ارضيتها شويه كده من الزيت ورجعت جبت شويه من الخضار برضو اللي احنا قطعناه اللي انا كان المفروض ان انا هحطه بقى ايه على وش السمك. ورجعت نقلت السمك بتاعي كده زي ما انتم شايفين. طبعا انت وانت بتعملي الحاجه بتاعتك بتبقى عينك معيار كده وعينك ايه مقياس للحاجه اللي انت بتعمليها. لقيت الصينيه دي هتبقى صغيره كده على الحاجه اللي انت بتعمليها، انقلي وهاتي في صينيه تانية مش مشكله، احسن ما تبوظي الحاجه بتاعتك وتفضل ايه محطوطه كده على بعضها ومش واخده راحتها في السوا ومش واخده راحتها في التحمير ويطلع شكل الصينيه مش كويس. نقلتهم في صينيه واسعه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وبعد كده بقى هجيب الخضار بتاعي دول كانوا سردينتين برضو ايه حطيتهم كده مع السمك بتاعي، يبقى كده عملنا بلطي وبياض وسردين 3 انواع في صينيه واحده اهو. بعد كده بقى بجيب الخضار بتاعي اللي انا حطيته في ارضيه الصينيه وارشه كده على الصينيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وبكون مولعه الفرن بتاعي وبجيب شويه كده من الزيت وبرش بقى على الايه على الصينيه بتاعتي عشان لما يستوى ياخد لون كده ايه متحمر ويدينا ايه لون جميل كده وشكل حلو. بكون مولعه الفرن زي ما قلنا. وبندخله بقى ايه السمك ما بياخدش وقت طويل بالذات سمك البياض ده.
بندخله بقى الفرن، يعني اخد معاه كده حوالي تلت ساعة او نص ساعة على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. بعد ما بيطلع بقى ايه بتقدميه، بيبقى جاهز للتقديم. حطيت شوية الزيت دول علشان يدي لون حلو كده للسمك. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الصينية جميلة جدا اهي. تقدري تقدميه بقى مع رز ابيض، تقدري تقدميه مع رز حباية بحباية، مع رز صيادية زي ما احنا هنعمل كده النهاردة. كده الصينية بتاعتي جاهزة اهي، هدخلها بقى الفرن وهنشوف بقى الرز بتاعنا هنعمل فيه ايه. على ما الصينية بتاعتي تستوى كده وتحمر وتاخد اللون بتاعها، ولعت النار تحت الرز، تحت المية بتاعة الرز اهي، والمية بتاعتي غلت زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. والرز بتاعي بقى كنت غسلاه ومصفياه كويس قوي من المية، وحطيته هنا في المية بتاعتي كده. لازم المية تكون بتغلي الاول يا جماعة. وبعد كده هقلب الرز بتاعي بقى كويس قوي في المية بتاعته، وهسيبه كده لحد ما يغلي، لحد ما يغلي في الرز. وبعد كده ايه، بعد ما يتشرب المية بتاعته بهدي عليه النار، وبعد كده بحط تحت منه شياطة لحد ما ايه ياخد وقته في السواء. الرز بيستوى في حوالي ايه ساعة الا ربع او نص ساعة على حسب الكمية اللي انت عاملاها. طبعا انا حاطه الملح بتاعه بدوقه كده ايه، لان انا ساعات بنسى كده انا حطيت ملح ولا لا. فلازم تدوقي الحاجه بتاعتك تشوفيها هي ملحها مظبوط ملحها قليل، علشان ايه يعني ايه محدش يعيب عليكي وكده. ده الرز بتاعي اهو. طبعا هو لونه مغمق شويه لان انا كنت حمرت البصله قوي. انت لو عايزاه يبقى فاتح عن كده بتتحكمي بقى في درجه تحمير البصله بتاعتك. لو البصله بتاعتك محمره قوي ما تحمرهاش قوي، وخليها تبقى ايه وسط كده. الرز بتاعنا جاهز اهوت بقى مفلفل ما شاء الله وطلع جميل جدا. وده السمك بتاعي اهو بعد ما استوى، وده حته البطروخ اللي انا كنت حطاها. وبالهنا والشفا لكل اللي كلوه.